بزاف ديال الناس كيبداو عادة جديدة بحماس، ولكن بعد أيام كيتراجعوا ولا كيحبسوا بمرة، تيقولوا أنا علاش ما قادرش نكمل، واش أنا ضعيفة؟ مرحبا بكم في أكاديمية بدا بنفسك. هاد الحلقة غادي نكتشفوا واحدة من أقوى النماذج النفسية لفهم كيفاش التغيير كيوقع، وهي دورة التغيير. لأنه في الحقيقة التغيير ماشي خط مستقيم، راه دورة كتزيد بك القدام وترجعك اللور وتعلمك في كل مرحلة. أجي نعيشوا مع بعض قصة ديال سارة. سارة هي أم ديال 2 وليدات صغار، كانت دايما كتفيق وسط جري عليا نجري عليك، كتوجد الفطور وهي مزروبة، كتلبس الوليدات وهي معصبة، وكتخرج الخدمة ديالها بلا ما تاخد حتى دقيقة لنفسها. فواحد المرة قالت في خاطرها بغيت نفيق واخا غير نص ساعة قبل وليداتي، نشرب القهوة ونتأمل شوية ونكتب 3 الحويجات أنا ممتنة ليهم. بغات تبدا نهارها بهدوء، ولكن الرحلة ما كانتش بسيطة. فلهذا هذه الحلقة غادي نهضروا على مراحل دورة التغيير. مرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الوعي. هذه المرحلة الإنسان مازال ما واعيش أصلا أن عنده شي مشكل ولا شي عادة خايبة باغي يحيدها، ولا مازال ما شايفش أنه خاصو يبدل حتى شي حاجة. هذه المرحلة كتكون فيها المقاومة وأحيانا الإنكار وحتى التبرير، بحال العقل باغي يبقى في مكان الراحة. أجي نسمعوا سارة شنو قالت في راسها. أنا ماشي محتاجة نفيق بكري، أنا غير عيانة، كل شي قاع الأمهات كيعيشوا هكا، ماشي وقتي دابا. هاد الصوت جاين معاه أحاسيس ديال الإرهاق والإحساس بالذنب. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التفكير والتأمل. في هذه المرحلة سارة بدات كتحس بشيء إحساس داخلي ديالها، والصوت تيقول كاين شي حاجة ناقصاني في صباحي، بغيت شي لحظة لراسي، بغيت نبدل ولكن خايفة ما نقدرش. هنا في هذه المرحلة كنبداو نفيقوا، ولكن كيبقى الصراع الداخلي، الخوف من الفشل، الخوف من التغيير، الخوف من الحكم. اجي نشوفوا كيفاش سارة كتفكر. واش نقدر نفيق قبل ولادي ولا فشلت غادي نحبط أجان؟ بغيت ولكن. هنا مع هاد التفكير تيجي الإحساس ديال التردد، الفضول وشوية الأمل. المرحلة الثالثة هي مرحلة التحضير. سارة دارت واحد الخطة، جابت المنبه وجدت واحد المذكرة ودارت القهوة في الماكينة بالليل، وقالت غدا إن شاء الله غادي نبدا. هنا العقل بدا يتكيف مع الفكرة الجديدة، ولكن الخوف ما زال حاضر. وبالضبط هذه المرحلة راه مهمة، حيث فيها بزاف كيوقفوا وما تيكملوش، لأن الخوف تيكون واقف قدام الباب. هنا سارة قالت في راسها بغيت ننجح في هذه المرة، غادي نبدا نجرب ونشوف. أنا ما غاداش ما تنقلبش على المثالية. هنا هذه الفكرة جا معها الإحساس ديال كاين شوية الحماس، كاين شوية الأمل، ولكن معه قلق. المرحلة الرابعة هي مرحلة الفعل. نهار الأول سارة فاقت مع المنبه، شربت القهوة ديالها وكتبات في الكتيب ديالها أنا ممتنة على صحتي، على وليداتي، وعلى هذه اللحظة ديال السكون اللي أنا عايشها الآن. لحد لهنا كل شيء مزيان. هنا المخ بدا تيتعلم وتيتعود على هذا النمط الجديد، وهنا كيتزاد هرمون الدوبامين مع كل خطوة بسيطة. سارة قالت في راسها واو، هاد اللحظة اللي بوحدي كنحتاجها بزاف، ما كنتش عارفة بأن هاد اللحظة تتخليني ندوز نهاري زوين، لا في الخدمة ولا حتى مع وليداتي.
هنا تيجي الإحساس ديال الراحة والفخر والاتصال مع الذات. المرحلة الخامسة اللي هي الانتكاسة. 4 أيام وسارة هي تتفيق كل شيء غادي مزيان. واحد النهار وليدها مرض وفاقت معاه بالليل، سهرانة معاه، مسكينة عيات وفاقت معطلة. النهار الأول هكاك، النهار الثاني هكاك، النهار الثالث، لأنها حتى لدرجة نسات بأنها كانت تفيق شوية قبل وليداتها، ورجعت ريما لعادتها القديمة. هنا العقل كيرجع مباشرة للعادة القديمة لأنها محفورة ومألوفة، وكيبدا اللوم. ها أنا فشلت تاني، عرفت راسي ما قادرش نتغير. ولكن مني سارة فهمت بأن الصوت القديم ما نفعاش بوالو، قالت أنا عارفة هاد السيناريو، ولكن واش نقدر نرجع نبدأ؟ هنا سارة ما بقاتش كتعاتب راسها، خدات لحظة تفكر وقالت أنا ما فشلتش، أنا غير انتكست وهذا طبيعي. رجعت للتأمل وخدات يوم ترتاح فيه، والغدلين عاودات دارت المنبه، ولكن هاد المرة بلا ضغط. هنايا هاد الرجوع بنضج ماشي كل نكسة هي نهاية، ولكن بوابة وعي، لأنها رجعت لمرحلة التحضير. وهنا العقل بدا يفهم أن الخطأ ماشي تهديد، ولكن فرصة للتعلم. سارة قالت في راسها النجاح ماشي في المثالية، ولكن في المداومة. غادي نفيق غير 15 دقيقة قبل من الوقت، وهذه راها كافية. وهذه الفكرة جمع واحد الإحساس ديال الرحمة والتسامح والواقعية. المرحلة الأخيرة هي المرحلة الاستمرارية. من بعد أسابيع ولات سارة كتفيق تلقائيا، كتحس أن الصباح ديالها هو الوقت المقدس ديالها. العقل بدأت يكون مسارات جديدة، لأن العادة بدأت تكررات وبدأت تعيش الإحساس اللي كانت تتحلم به. ودابا اجي نسمعوا سارة شنو ولا تتقول. أنا دابا مزيانة، صباح ديالي كيفرحني، اليوم ديالي تيدوز هادي ومزيان. وهاد الفكرة جمع هذاك الإحساس ديال الاستقرار والتوازن وحب الذات. واحد قال الناس ما كيتغيروش في نهارهم، ولكن كيتغيروا كل نهار بشوية. هاد الجملة تقول لنا أن التغيير ماشي حدث، بل ممارسة يومية. دابا أجيو ديروا معايا واحد الوقفة بنفس عميق وسولوا ريوسكم شنو هي المرحلة اللي حسيتي بها في راسك دابا. إلا وقعت الانتكاسة، واش كتفسريها كفشل ولا كدعوة تعاودي تنظمي خطواتك؟ شنو تقدري ديري دابا خطوة صغيرة باش تقربي راسك من التغيير اللي كتمناه؟ كل مرحلة هنايا الدور ديالها ماشي وحدة أحسن من وحدة وماشي وحدة سهلة والتانية صعيبة، بل كل مرحلة هي جزء من الرحلة ديالك. بدأ بنفسك. واش ممكن تكون انتكاسة في الحقيقة بداية ديال مرحلة وعي جديدة؟ إلى عجبك الفيديو اضغط على لايك وسبسكرايب باش تشجعني ونعمل فيديوهات باش كلنا نستافدوا. في الحلقة الجاية إن شاء الله غادي نتكلم على حلقة العادة وكيفاش العادات كتتولد وإيش نديرو باش نغيروها بذكاء ورحمة. شكرا.